على كبير من حجم ليفربول. كرة جوال ماتيب يرجع لحارسه بيكر أليسون أرنولد في الوسط مع محمد صلاح، يطلبها من هنا أندرو روبرتسون، يفضل الكرة بعيدة بحثا عن جاكبو ولكن راحت سهلة. حارسه أليسون فابينيو في النص، فابينيو ناحية فيرجيل فان دايك. فان دايك عندنا في الفيرجيل فان ماغواير كذلك خطأ فادح هنا من ميدان. محمد صلاح يستلمها ويدخل صلاح، مازال جاكبو. أندرو روبرتسون قائم الأول، التغطية دفاعية في خطأ يصفر الحكم لدفاع، وهرب صلاح، راح صلاح، محمد يدخل هيلا منه صلاح في المراوغة، صلاح خطيرة، وما زال جاكبو. موسم في 19 مباراة استلمها صلاح داخل منطقة العمليات، كاد أرنولد مرة ثانية كرة خارجة. وينو ماتيب وفان دايك ما زالت من هنالك على الجهة اليمنى، تلعب في اتجاه محمد صلاح، يرجع في وسط الميدان لأرنولد. أرنولد يلعبها مع وسط ميدانه، أحمد يحاول يمر بالرحمة، مازال يرجع في وسط الميدان، يلعبها مع ديكلان رايس مع باكيتا الراسية والدفاع، ثم جوتا مرة ثانية بالراس، لم يقدر على ويست هام هذا الموسم. في الدقيقة 12 ينفجر ملعب ويمبلي، وهو أنطونيو وهو باكيتا وهو أنطونيو، هاو اللعبة خذوا. رجعت لكروسويل مرة ثانية، محمد صلاح فوق عليه، صلاح لأرنولد، أرنولد يلعبها لكاكبو، يغطي كورتو، كاكبو يوصلها لكورتيز جونز، انطلق على الجهة اليسرى، كورتيز يلحق عليه كريسويل، أندرو روبرتسون من هنالك أرنولد، كاكبو لهندرسون، يستلم هندرسون، دخل صلاح في العمق، التغطية الدفاعية من كريسويل، هندرسون وكريسويل، رجعت للخلف تماما لأرنولد، هندرسون والدفاع يخرجها من أجد، يخرجها تماما، رجعت لفابينيو من هنا أندرو روبرتسون لأرنولد، ممتازا، جاكبو يهرب من المراقبة، يستلم كرة زاحفة على يمين الحارس فابيانسكي، سجلتم على أليسون، أنا أرد عليكم بهكذا الشكل، وجاكبو يسجل 6 أهداف هذا الموسم. نعم، شوف الرؤية الجيدة للزاوية الرحمة، مازال بالرحمة، وأرنولد أرنولد بالرحمة، أليسون يظل للخلف ناحية كريسويل مرة ثانية من رايس، كورتزوما، ضيعتها باكيتا ويسترجعها بروعة، ضيعها وسط فابينيو القائمة الثانية ناحية جوال ماتيب أرنولد ماتيب على الجهة اليمنى، استلمها محمد، يلحق على التمرر، رجعت لماتيب يلعبها لهندرسون وماتيب، هندرسون العرضية، جونز ماذا ضيع، استلمها محمد وجوطة معاه، خرج له جاكبو، تلعب لجوطة، تخطف، شوف ضربت مرتين في الخصم، ورجعت لهم هنا الراسية من صلاح على الجهة اليسرى لجاكبو، دور الأخ، جوطة لم يستلمها، رجعت لكورتيز مرة ثانية، جوطة كورتيز جونز رجعت لكورتيز جونز، ما زال الكرة هنا، ما زال فابينيو، روبرتسون صلاح طلبها، استلمها صلاح، في اتجاه ماتيب مع صلاح، راسية جول، 5 تمريرات، رائعة، بوين يستلمها سعيد، رائعة، والهجمة أصلها هنا عند البرازيلي باكيتا، ثم بوين، ثم سعيد بالرحمة، استلم أرنولد، وين يا أرنولد، وين ضيعته بديوغو جوتا يدخل كورتي جونز، جوتا يرجع لهندرسون مرة ثانية، هندرسون مع أرنولد مع ماتيب من هنالك صلاح، ترجع لأرنولد مرة ثانية، تقريبا في منطقتهم، جاكبو، هندرسون، أرنولد ممتاز، ضيع الكرة لأندرو روبرتسون من أرنولد، والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق سوتشيك، الكرة تروح له، يدخل أندرو يساعد بالرحمة، يرجع. السلام عليكم. ينتظر النجم الدولي محمد صلاح المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي تحقيق رقمين مميزين خلال مباراة وست هام يونايتد التي تقام مساء اليوم الأربعاء الساعة 8:45 بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
يحتاج محمد صلاح تسجيل هدف على الأقل خلال مباراة اليوم من أجل تحقيق رقمين مع ليفربول، في حين تسجيل صلاح هدفا في شباك ويست هام سيكون خامس هداف النادي في الدوري الإنجليزي، متساويا مع هاري تشامبرز صاحب ال 35 هدف. كما سيعادل محمد صلاح الرقم القياسي المسجل باسم جون تشاك في قائمة هداف ليفربول ضد ويست هام برصيد 10 أهداف في جميع المسابقات. يحل نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري الجميل المحترف اللائق محمد صلاح ضيفا على نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم الأربعاء الساعة 8:45 كما ذكرنا مساء بتوقيت القاهرة على ملعب لندن الأولمبي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل فريق ليفربول المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 50 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 14 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات. فيما يحتل ويست هام يونايتد المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، حصدها من 31 مباراة، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل 7 وخسر 15 مباراة. يدخل ليفربول اللقاء من أجل حصد 3 نقاط متواصلة للانتصار بعد الفوز على ليدز يونايتد 6-1 ثم الفوز على توتنغهام فورست 3-2 في طريقه للاقتراب من المربع الذهبي أو احتلال مركز مؤهل لبطولة أوروبية الله أعلم في الموسم المقبل. بيرغب وست هام يونايتد في الجانب الآخر تحقيق نتيجة إيجابية مستغلا عامل الأرض والجمهور من أجل تحسين مركزه في جدول الترتيب. يذكر أن مواجهة الدور الأول بين وست هام يونايتد وليفربول انتهت بفوز الريدز 1-0 والتي أقيمت على ملعب أنفيلد. ندخل على تشكيل ليفربول المتوقع النهارده. هيكون في حراسة المرمى أليسون بيكير، خط الدفاع ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، أندي روبرتسون. خط النص هيكون في جونز، فابينو، جوردن هندرسون. خط الهجوم محمد صلاح، دارين نونيز، دييجو جوتا. كما ستقام المباراة اليوم على شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، ناقل لمباريات الدوري الإنجليزي في موسمه الحالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أيضا.